بيبتدي الفيلم في حفلة شوي، وبيكون موجود سفند مع تينا حبيبته، وبيبقى معاها صاحبتها بيتي. ولما بيجي بيارن صاحب سفند وبينضم لهم، بتحاول بيتي تعطف ويتلطف معاه، بس هو بيضربها وبيخليها تمشي لأنه بقاله 7 سنين من وقت ما مراته ماتت ما قربش من أي بنت، وعنده عقدة من الصنف كله. وتاني يوم بيروحوا سفند وبيارن الشغل، وبيشوف سفند هولجر اللي هو المعلم عكوة الدنماركي، واللي هم شغالين صبيان جزار عنده، وهو بقى كان قاعد يتباهى بالخلطة السرية بتاعته قدام زبون. فبينفسن منه سفند وبيقول لبيارن ان هم يقدروا يفتحوا محل جزارة احسن من بتاع المعلم عكوة 100 مرة، وان الخلطة اللي بيعملوها احسن من خلطته. فبيسمعهم المعلم عكوة وبيفضل يهينهم وبيتريق عليهم بمنتهى الوقاحة. وبعد ما بيتهزق سفند بيزيد اصراره ان هو يفتح محله الخاص وما يشتغلش عنده تاني. وبعد فترة بيقابل هو وبيارن سمسار، وبيعرض عليهم محل جزارة جاهز من كل حاجة وتشطيب سوبر لوكس، ومش ناقصه بس غير البضاعة اللي هتكلفهم حوالي 2 مليون كرونة اللي هي عملة الدنمارك يعني. وفعلا بيرهن سفند بيته وبيدفع المليون بتوعه، وكمان بيارن بيتصرف وبيجيب المليون التانية. وتاني يوم بيروح بيارن للمصحة علشان يزور أخوه التوأم إيجل اللي بيكون ميت إكلينيكيا وعايش على الأجهزة بس، وبيقول للدكتورة إن هي تشيل الأجهزة اللي متوصلة بإيجل وتسيبه بقى لنصيبه. وطبعا بيكون نيته إن هو عايزه يموت علشان بموته هيقدر يورث مليون كرونة. وبتفرح الدكتورة بقراره وبتقوله إن أعضاء أخوه هتنقذ ناس كتير قوي. وفعلا بيجهزوا المحل وبيشتروا اللحوم، وبيدي سفند لبيارن كروت باسم المحل علشان يوزعها كنوع من أنواع الدعاية يعني ليه. وبيقول سفند لبيارن إن هما محتاجين كهربائي علشان نور تلاجة اللحوم بايظ وعايز يتصلح. وبعد ما بيخلصوا شغل بيروح بيارن يزور مراته وباباه ومامته المتوفيين في المقابر، وبيسيب لهم ورد، وبتكون دي أول مرة يزورهم من ساعة ما توفوا. وبيقابل هناك بنت جميلة اسمها أستريد، وبيتعرف عليها وبيعجب بيها، فبيعطف ويلطف معاها وبيديها كارت المحل وبيعزمها على الافتتاح. بس هي بتقوله إنها مش هتعرف تيجي علشان عندها شغل، وبينادي عليها القس علشان الشغل وبتمشي. وبنروح ليوم الافتتاح وبنلاقي إن الفقريين مش بيروح لهم ولا زبون، وبيقعدوا بقى ينشوا في المحل لوحدهم. وطبعا بيزعل سفند وبيستغرب إن مفيش أي زبون جه المحل رغم إن هم عاملين كل حاجة على أكمل وجه وصارفين ومكلفين يعني. وهنا بيجيبوا الكهربائي علشان يصلح نور تلاجة اللحوم. وكان يوم اسوح لما الراجل يعينهم وراح المحل ده علشان يشتغل فيه، لأن هم بعد ما بيخلصوا شغل وهم مروحين بيلاقي سفند باب تلاجة اللحوم مفتوح، فبيسترس على الباب وبيقفله كويس، وما بيكونش عارف إن الكهربائي لسه يقلب أمه جوه، فبيقفل المحل كله وبيمشي. وتاني يوم الصبح قبل ما يروح المحل بيكون مع حبيبته تينا اللي بتقوله مع السلامة انت يا شربات، انا هسيبك بقى عشان انت فاشل وهروح اتجوز العريس اللي بنت خالتي جايبهولي، وبتسيبه وتمشي. فطبعا بيتضايق سفند من اللي حصل، ولما بيدخل المحل ويفتح تلاجة اللحوم بيتضايق اكتر لما بيلاقي جثة الكهربائي في التلاجة. وفي نفس الثانية بيسمع صوت حد دخل من باب المحل، ولما بيروح يشوف مين بيلاقيه المعلم عكوة، فبيحاول يمشيه ويقوله ان هما مش شغالين دلوقتي، بس هو بيفضل برزالته يتريق عليه بسبب ان مفيش اي زبون عندهم، وبيفضل يستفزه ويهينه. وبيقوله انه عايز كمية لحمة كبيرة علشان عنده عزومة فهيحتاج يشتري منهم، وعلشان كمان يتأكد اذا كانت لحمتهم كويسة ولا وحشة زيهم. فبياخد اللحمة وبيمشي. وبعد كده بيتصل سفند ببيارن وبيقوله على جثة الكهربائي، فطبعا بيروح له على هناك بسرعة جدا. ولما بيروح بيلاقي سفند منهار، فبيحاول يهديه ويقوله ان مفيش اي مشكلة عليهم لانه قتل خطأ وانهم هيبلغوا الشرطة. ولما بيروح للتلاجة علشان يشوف الجثة بيتفاجئ ان رجل الراجل مقطوعة، فبيتصدم طبعا من المنظر، وبيطلع يسأله هو انت كلت رجل الراجل ولا ايه يا سفند؟ فقال له ان المعلم عكوة جه المحل وفضل يستفزني وكان عايز لحمة، وانا صراحة كنت متضايق منه جدا فقطعت رجل الكهربائي وجهزتها وبعتها له. فبيتصدم بيارن من اللي بيسمعه وبيقول الله يخرب بيتك، احنا بالشكل ده مش هنقدر نبلغ البوليس، يقولوا علينا ايه مثلنا بجثة الراجل ده، احنا لازم نخفي الجثة دي خالص. فبيقرروا ان هم يسيبوه في التلاجة وتاني يوم يرموه في مفرمة اللحوم علشان يعرفوا يسلكوه في هدوء. بس المفاجأة لما بيروح بيارن المحل تاني يوم وبيلاقي صف طويل من الزباين قدام المحل. ولما بيدخل المحل بيقول له سفند اسكت، مش بسبب عشا المعلم عكوة اللحمة بتاعتنا عجبت الناس وانتشرت سمعتنا في كل المدينة وكل الناس عايزة من نفس اللحمة دي. وبيقول له انه قرر يبيع باقي جثة الكهربائي، ودي طبعا هتبقى افضل طريقة علشان يخفوا الجثة. في الاول بيرفض بيارن، بس بيقول له سفند انه مفيش فرق بين اننا نبيع الجثة او نحطها في المفرمة، وعلى رأي المثل اكرام الميت فرمه. فبيقول له بيارن لا بصراحة اقنعتني. فبيكملوا بيع باقي الراجل طول اليوم
يوم لكل الزباين. وبعد ما بيخلصوا شغل بيقول بيارن لسفند احنا هنقول للزباين ان مفيش لحمه من النوع ده تاني بكره يا سفند ها. بس سفند بيقول له انا عجبتني الطريقه اللي الناس بقوا يعاملوني بيها، ده الناس بقت بتضحك في وشي يا جدع، وده شعور انا عمري ما حسيته قبل كده في حياتي، لانه من صغره وهو منبوذ من اصحابه وكل الناس بتكرهه كده يعني. وقال له ان هم اصلا ما ينفعوش يفتحوا المحل من غير اللحمه دي، فبيضربوا بيارن وبيسيبه بيروح بيته. وتاني يوم بيروح بيارن المقبره لاستريد وبيتكلم معاها شويه وبيعرض عليها ان هم يخرجوا سوا، فبتوافق وبتروح معاه على بيته وبيوريها كل جثث الحيوانات اللي اصطادها، وبتكون مجموعه كبيره جدا لانه قتل كميه حيوانات كتيره بسبب انه كان عنده عقده كده من الحيوانات هنعرفها بعدين. ومن ناحيه تانية بيكون سفند في المحل وبيجيله السمسار وبيطلب منه ان هو يوريله المحل ويوريله الشغل ماشي ازاي، او انا مش فاهمه مال السمسار بالشغل بس يلا اهو نصيبه كده. فبيستغل سفند الفرصه وبيقول له تعال على البدرون، انا قصدي تعالى معايا اوريك التلاجة الاول يا حبيبي. فبيدخلوا التلاجة وبيقفل عليه الباب وبيقفل المحل كله وبيمشي. وتاني يوم الصبح بيروح بيارن للمحل وبيكون باين عليه الفرح والسعاده، وبيقول لسفند انه اخيرا بدأ يعجب ببنت، فبيفرح له جدا وبيقول له اخيرا عقدتك اتفكت، وبيديله اليونيفورم الاخضر المخصوص للمحل. لما بيخش بيارن الرومانسي التلاجة بيلاقي جثة السمسار وهو معلقه في السقف زي الذبيحه، فبيطلع يتعصب على سفند لانه خلاص اتجنن وبقى وحش، وبيقول له انه مش هيكمل شغل معاه. ولكن بيقول له سفند انت ظالمني على فكره، انا امبارح لقيت جثته على الرصيف فخدته ودخلته التلاجة مش اكتر، وعلى راي المثل اكرام الميت فرمه معروفه. وقال له احنا دلوقتي بقينا اشخاص ناجحين ومشهورين وما ينفعش نوقف شغل. وجاله بقى على الوتر الحساس وقال له اكيد استريد كمان عجبها نجاحك وشهرتك ولا ايه؟ فقال له بيارن لا الصراحه اقنعتني، وبيكملوا شغل. وبعد كده بيجي صحفيين وبيعملوا مع سفند لقاء عن قصه المحل اللي اتشهر وعمل سمعه كبيره في مده صغيره ولا سمعه السبكي. والشهره واللقاءات بتعجب سفند اكتر واكتر. وبنروح للدكاتره في المصحه وهم بيفصلوا الاجهزه عن ايجل اخو بيارن، مش عارفه هم كل ده مستنيين ايه عشان يفصلوها يعني. المهم لما بيفصلوا الاجهزه بيلاقوه ما ماتش ولسه بيتنفس وبيفوق كمان. هو انتوا كنتوا حاطين مخدر في الاجهزه دي ولا ايه يا جدعان؟ المهم الدكاتره طبعا بيندهشوا من اللي بيحصل لان دي معجزه. وتاني يوم بيروح سفند للمحل ومعاه جثه في شنطه عربيته، وبيروح يحكي لبيارن عن معامله الناس ليه وانه اشترى عربيه جديده ولازم يوريها له. وبيكون معلق الجثه علشان بيارن ما يشوفهاش، ولكنه بيشوفها وبيعرف انه قتل شخص تاني. وبيحاول سفند يفهمه بس اثناء كلامهم بيجي ايجل للمحل، فبيستخبى بيارن منه وبيطلب من سفند ان هو يبعده عن المكان ويمشيه. وبنعرف ان ايجل متاخر عقليا، وبالفعل بيمشيه قتال القتله الجاحد سفند. وبيروح بيارن للدكتوره في المصحه وبيقول لها انها لازم تبعده عنه، ولكنها ما بترضاش وبتقول له ان هو محتاج يتعالج نفسيا وانها هتكلم سفند علشان يقنعه. فبيقول لها يا زين ما اخترتي، يا ريتك تروحي تزوري يا حبيبتي هناك، هتحبي الموضوع قوي وانتوا عارفين الباقي بقى. وفعلا تاني يوم بيشوف بيارن جثه الدكتوره في التلاجة، وهو خلاص بقى كان اقتنع ان اكرام الميت فرمه وهو اللي بعتها اساسا يعني. ويوم عن يوم بيزيد شعبيه المحل اكتر واكتر، وبيفضل ايجل يروح المحل علشان يقابل اخوه، بس سفند بيفضل يبعده عنه. وبعد الشغل بيروح بيارن يقعد مع استريد وبيسالها عن حياتها مع القس، وبيقول لها انا سمعت ان هو ومراته عملوا حادثه طياره وانه اكلها علشان يعيش. وبيسالها هو الكلام ده صح؟ فبتقول له اه. ايه الناس دي يا جماعه في ايه؟ وبنروح للمعلم عكوه وهو قاعد مع القس، مش عارفه ايه الفيلم كل الناس عارفه بعضها ده، وبيقول له انا مش عارف الناس الفاشله دي نجحت ازاي، اكيد في حاجه غلط. فبيقول له القس اسكت، ده انا الوحيد اللي في المدينه اللي ما طقتش اللحمه بتاعتهم لانها بتفكرني بطعم لحمه مراتي اللي انا اتغديت بيها قبل ما تتعشى بيا. فطبعا المعلم عكوه علشان هو راجل مش سالك فشك فيهم اكتر. وتاني يوم بتقابل استريد ايجل وبتعرف ان هو اخو بيارن وانه متاخر عقليا، فبتخليه يفضل عندها وما يمشيش. ولما بيروح بيارن يزورها ويلاقي اخوه عندها بيبقى عايز يمشي بس هي بتنادي عليه، واخوه بيبقى عايز يحضنه بس بيضربه وبيركب عربيته ويمشي. وبالليل بتروح تينا الاكس بتاعت سفند وبتحاول تعطف وتلطف معاه بعد ما بقى مشهور، بس هو بيرفض يرجع لها، فبتفضل تتريق عليه فتعصب سفند. فلما تعصب سفند راح عمل منها طاجن فتة موزة. وبنروح للمعلم عكوة اللي بيشك اكتر لانه بيلاقي اشخاص كتير من البلد اختفت في الفترة الاخيرة، فبيتصل بمورد الفراخ لمحل سفند وبيارن وبيسألوا عن الكمية اللي بيبيعها لهم، وبيلاقي انه بيورد لهم 8 فرخات بس في الاسبوع، فبيستنتج ان هم اكيد بيخطفوا الناس ويقتلوهم ويبيعوا لحومهم.
بس انا مش عارفه الناس هتشتري لحمه بني ادمين على انها فراخ ازاي؟ يعني لو تغاضينا عن لون اللحمه، فين الدبوس ولا الجناح؟ يعني انا لا اراه. المهم تاني يوم بينادي القس على استرد اثناء وجود عكوه، فبيقول لها عكوه انا متاكد ان هما بيخطفوا الناس وبيذبحوهم، وبيحكي لهم تفاصيل حادثه اهل بيارن، وان ايجل هو السبب في موت اهله وموت مراته، لان ايجل علشان يتفادى حيوان ومرضيش يخبطه بالعربيه، هو ده خلى الحيوان يعيش بس كل اللي في العربيه ماتوا، وده عمل مشكله نفسيه لبيارن وخلاه يقتل كل الحيوانات اللي في الشارع. وبيقول لهم ان الحكومه قبضت عليه، وبعد ما خرج خليته يشتغل معايا في المحل، وبيقول لاسترد ابعدي عنه لانه مجنون زي اخوه بالظبط. وبالليل بيروح بيارن وبيفضل سفند ينظف المحل، وبتجيله استرد وايجل وبيطلبوا منه ان هم يتكلموا مع بيارن، وبيحاول يبعدهم ولكنهم بيفضلوا مصممين على رايهم، فبيفتح لهم الباب وبيقول لهم انه موجود في ثلاجه اللحوم وبرجلك اليمين يا شابه. واثناء كده بيروح بيارن عند القس وبيساله على استرد، وهو بيقول له انها راحت لك المحل، فبيخاف لسفند يعلق لها الرمانه، فبيجري على المحل وبيسال سفند اذا كانت استرد جت المحل ولا لا، ولكنه بيقول له ان مفيش اي حد جه، فبيصدقوا على طول الاهبل وبيمشي. بس قبل ما بيمشي بيسمع صوت خبط في ثلاجه اللحوم، فبيعرف انه بيكذب عليه، وبيفتح الثلاجه وبيطلعها على طول، وبتتعصب عليه وبتقول لهم وهي منهاره ان هما مجانين، وبتمشي فجاه. فبينهار عليه بيارن وبيبدا يكسر في كل المحل، وبيجيب سكينه وبيبقى عايز يقتله، بس بيتمالك نفسه وبيهرب سفند فورا، وبيجري على اخوه علشان يشده بره الثلاجه وينقذه، وبيحاول يفوقه لكن مفيش اي فايده، وبينام جنبه بعد ما فقد الامل انه يكون عايش. انت حبيت اخوك فجاه يعني؟ ولكن بيفوق ايجل، لا ايجل ده ب7 ارواح بقى مالناش دعوه بيه، وبيطلب من بيارن ان هو يمسك ايده لانه وحشه جدا طول المده اللي فاتت دي. وتاني يوم بيفتح بيارن المحل لوحده، وسفند بيخاف يجي، وبيقرر ان هو يبيع لحوم وفراخ عاديه للزباين، وبيجي عكوه ومعاه هيئه التغذيه العامه علشان يحققوا في اللحوم اللي بيبيعها المحل. وبيوصل سفند وبيسال الناس عن اللي بيحصل، وبيقولوا له على هيئه التغذيه يعني، فبيدخل ولسه هيعترف على نفسه من غير ما حد يلمسه اصلا، ولكن بيارن بيمنعه بسرعه وبياخده بره المحل، وبيقول له انه تخلص من كل اللحوم البشريه الموجوده والفراخ الفاسده، وانهم دلوقتي مفيش اي حاجه ضدهم. وبتمشي هيئه التغذيه وفعلا مش بيلاقوا اي حاجه ضدهم، وبيقول بيارن لسفند ان سبب شهرتهم وشهره لحومهم هي الخلطه اللي بنعملها وملهاش علاقه باللحوم البشريه اصلا. فقال له يا راجل ايه ده بقى السر في الخلطه؟ امال انا كنت بدبح الناس دي كلها ليه؟ تصدق اقنعتني. وبيكملوا شغل على نظيف باللحوم العاديه والفيلم بيخلص. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.